كيكة التفاح على طريقتي. أول طبقة مقاديرها على الشاشة، هاخد السكر البني وممكن نستبدله بسكر أبيض، أحط عليه القرفة وارفعه على النار. أول ما يدوب معايا هنزل عليه بالزبدة. أول ما الزبدة تندمج مع الخليط هكون مجهزة الصينية اللي أنا هعمل فيها الكيكة وأحطها في القعر، أرص عليها شرايح التفاح بالشكل ده وأسيبها على جنب. دي مقادير الكيك بتاعتنا. هاخد الدقيق وأحط عليه البيكنج باودر والقرفة والجنزبيل، جوزة الطيب، ولو عندك قرفة هتبقى حاجة عظمة. بعد كده هجيب خليط الزبدة بالزيت، هديله ضربة كده في السريع، وبعد كده هنزل بالسكر، وبعد كده هنزل بالبيض، وبعد كده هنزل بالزبادي وممكن تستبدليه باللبن. هفضل اضربه كويس جدا، وبعد كده هنزل بخليط الدقيق بتاعي بكل البهارات اللي انا حطيتها فيه. مش عايزه اقول لكم الريحه خطيره. الخليط هيكون تقيل كده شويه. هكون مجهزه فرن على 180. هحط الخليط في الصينيه في الرف الوسطاني، اسيبها لغايه لما تستوي، هطلعها اقلبها تطلع بالشكل الخطير ده.